هل نقدر نخسر 6 كيلوغرامات من الوزن في 15 يوم من دون حرمان؟ نعم، هذا ممكن، لكن بشرط واحد: أنك تتبع نظام غذائي متوازن محسوب السعرات ومبني على أكلات جزائرية مألوفة. في هذا الفيديو راح نقدم لكم ريجيم مستوحى من الريجيم العسكري، لكن بطابع جزائري بسيط. مكوناته متوفرة في كل بيت، وسعراته لا تتجاوز 1500 سعرة حرارية. مرحبا بكم، أنا مريومة، مختصة تغذية علاجية. نقدم ريجيمات سهلة وبسيطة من الأكل المنزلي، وحتى الريجيمات العالمية والقاسية نحولها إلى ريجيمات سهلة ندخل عليها اللمسة الجزائرية باش تفقد وزن بدون حرمان وبدون توتر نفسي. سواء راكي تشاهدي فيا من قناتي الأولى ريجيم مع مريومة أو من قناتي الثانية مفاتيح الرشاقة، نتمنى أنك تشتركي في القناتين وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. وإذا حبيتي نكون على راسك وندير لك متابعة شخصية، اتواصلي معايا عبر التليجرام، نخلي لك في صندوق الوصف الرابط. الرجيم العسكري الأصلي يعتمد على وجبات بسيطة منخفض السعرات الحرارية تساعد الجسم على حرق الدهون بسرعة. في نسختنا الجزائرية راح نعتمد على نفس المبدأ، لكن بأطعمة مألوفة مثل الطواجن، الكسكسي، الخبز الكامل، والنتيجة جسم أخف، طاقة أعلى، دون أن نشعر بالحرمان ولا بالتعب. في هذه المرحلة نبدأ بتحفيز الجسم على الحرق. إذن إفطار الصباح: بيضة مسلوقة، 40 غرام من الخبز الكامل، قمح أو شعير، قهوة أو شاي بدون سكر. واللي موالفين يشربوا قهوة حليب مخلطين رغم أنه قلنا لهم ماشي ملاح للصحة، ما عليش تشربوهم، المهم يكونوا بدون سكر. الغداء يمكن يكون مثلا طبق صغير من طاجين زيتون أو طبق صغير من الدولمة يحتوي على من 80 إلى 100 غرام من صدر الدجاج. الطبق نتاعنا نطيبوه بملعقة من الزيت، ناخذ معاه سلطة كبيرة متنوعة اللي نحطو فيها الخضر حسب الرغبة، لكن تكون خضر نيئة. لمجة المساء عند العصر 80 غرام من أي فاكهة موسمية. وجبة العشاء اللي تكون عند المغرب: زبادي طبيعي يعني الياغورت الطبيعي، تفاحة متوسطة الحجم، وطبق كبير من الشوربة الحارقة اختياري حسب الرغبة، كاين بزاف الوصفات، اختاري اللي تعجبك. بعد ما يخلصوا 5 أيام هذوما تاع التهيئة يبدا الجسم في التكيف، نروحوا لمرحلة التثبيت اللي تكون كالتالي: إفطار الصباح 50 غرام من خبز الشعير أو الخبز الكامل، نزيدوا معاه 40 غرام من الجبن الأبيض الطبيعي، وناخذوا الشاي ولا القهوة كما في المرحلة الأولى. في الغداء راح نزيدوا شوية في كمية البروتين، هذه المرة من 100 غرام إلى 150 غرام من صدر الدجاج المشوي، نحطوه مع طبق كبير من الخضر، بصح هذه المرة تكون طيبة بطريقة صحية. اختاري الطريقة اللي تحبي، المهم أنواع متعددة من الخضر، ومسموح كل أنواع الخضر حتى البطاطا. وشنو هو؟ نستعملوا ملعقة زيت زيتون واحدة في الطبخ. لمجة المساء عند العصر: حفنة من المكسرات مع أي نوع من التيزانة أو الشيء الأخضر. والعشاء يكون كذلك زبادي طبيعي، بصح هذه المرة مع حبة من الموز. ابتداء من اليوم ال11 رايحين نعليو في السعرات الحرارية باش نمنعوا الجسم من انه يتوقف على الحرق، على خطر الحرمان الكثير يؤدي الى توقف الحرق. راح نعطوا الامان للجسم نتاعنا، بحيث انه افطار الصباح نحطوا فيه 2 حبات بيض مسلوق، 60 غرام من الخبز الكامل أو خبز الشعير، ونزيدوا معاه المشروب المفضل: قهوة ولا لاتاي ولا أي منقوع أعشاب. في وجبة الغداء 5 ملاعق من أي نوع من المعجنات حبيناها، سواء تكون كاملة وطبعا هذا الأفضل أو بيضاء. فمثلا تقدري تاخذي 5 ملاعق من الكسكسي، أو 5 ملاعق من الأرز، أو 5 ملاعق من المكرونة، أو 5 ملاعق من البرغل حسب الرغبة، معاه كمية جيدة من الخضر، و200 غرام من أي نوع من اللحوم تحبيها. يمكن يكون مثلا أرز مع سمك، أو يمكن مثلا برغل مع لحم، أو مثلا كسكسي مع دجاج. عندك الحرية في اختيار الأطباق ديالك، المهم يكونوا حسب الشروط اللي قلناهم. نزيدوا معاهم كذلك سلطة جانبية متنوعة باش نضمنوا الشبع أكثر. أما بالنسبة للعشاء فنعتمد فقط على الشوربة الحارقة وقطعة من الجبن الأبيض. توصيات إضافية باش تنجحي في هذا الرجيم: أولا كما شفتوه رجيم صعب نوعا ما، يعني ما يقدروش يديروه الناس اللي يعانيوا من الأمراض المزمنة الصعبة،
مثلا مرض السكري قادر يهبط لكم السكر، هادو ما لازم لكم الاستشارة الطبية. كذلك الحوامل والمرضعات والأطفال لازم يكونوا تحت الإشراف الطبي. تقدروا تتواصلوا معايا في التليجرام باش ندير لكم متابعة شخصية إذا حبيتوا تطبقوا هذا الرجيم معايا. لازم شرب ما لا يقل على 2 لترات من الماء يوميا، نمارسوا المشي لمدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة يوميا، نتجنبوا السكر الأبيض والمشروبات الغازية طبعا، وإذا شعرنا بالجوع ما بين الوجبات نقدروا ناكلوا قطعة فاكهة صغيرة أو خيار مثلا أو بسباس يعني خضر نيئة، ولا الياغورت الطبيعي مع التفاح مثلا وبذور الشيا. في الأخير نذكركم الرجيم ليس مثالية وإنما استمرارية، وما ينجحش الرجيم فقط بالاعتماد على الأكل، وإنما لازم كذلك النوم الجيد والهدوء النفسي. وذرك بعد ما عرفت تفاصيل الرجيم العسكري الجزائري، القرار راهو بيدك. 15 يوم قادرة تغير شكل جسمك وصحتك للأفضل. شاركونا في التعليقات الحماس ديالكم، قولي راني مستعدة، وحطي الوزن نتاعك وتاريخ الانطلاقة. بعد 15 يوم إن شاء الله نزيدو نتلاقاو ونشوفوا النتيجة اللي إن شاء الله تكون مفرحة لكم جميعا. ما تنساوش قبل ما تروحوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو الجاي إن شاء الله.